طب احنا دلوقتي خلصنا البيت بتاعنا وكل حاجة، وعملنا الشجرة وعملنا كل حاجة. احنا دلوقتي محتاجين هنحط الكاميرا بتاعتنا ونظبط اعدادات الريندر ونبدأ نلون. هناخد اتجاه الاكس، شيفت ايه، وننزل الكاميرا بتاعتنا. الكاميرا نزلت اهي، ونيجي نعمل جي اكس ونسحبها لورا بالظبط بالمنظر ده. احنا عايزين الصورة بتاعتنا ناخدها بنفس المنظور ده، تمام. فاحنا هنشد الكاميرا بتاعتنا جي اكس، جي زد قصدي فوق، وبعدين جي واي، ونعمل ار زد عشان نخليها تبص على البيكر اهو. لحد هنا تمام، مش هنعمل اكتر من كده عشان هنتحرك بالكاميرا نفسها. هنخش على اعدادات الريندر نفسها. هنخش هنا الاي في دي هنخليها سايكل، تمام سايكل. والديفايس سي بي يو نخليه جي بي يو كومبليت عشان يبقى اسرع معانا في الريندر. الريندر شغال على كارت الشاشه. هنعمل ايه؟ هندخل على الايديت، نخش على السيستم، نتاكد ان احنا معلمين على كارت الشاشه والبروسيسور. وهنا برضو نعلم على كارت الشاشه والبروسيسور. لو مش موجود انت علم عليها، بعدين انزل تحت هنا واعمل سيف، تمام. طيب احنا دلوقتي عايزين نظبط اتجاه الكاميرا مظبوط. هنضغط على الكاميرا ونعمل صفر. دلوقتي الفريم بتاع الكاميرا بتاعنا اهو، بس احنا عايزين نشوف اللي جوه الكاميرا بس، مش عايزين نشوف اللي حواليه عشان ما نتلخبطش. هنعمل ايه؟ نخش على اعداد الكاميرا من تحت، داتا، في بورت ديسبلاي، بس بورت اوت دي هنعليها نخليها صفر. بقت ايه؟ بقت سودا، تمام. عشان نتحرك بالكاميرا بحرية، شايف القفل ده اللي على اليمين؟ هنضغط عليه كده، انت فتحت ان انت تتحرك بالكاميرا كده يمين وشمال براحتك. طب احنا هنعمل شيفت بالميدل ماوس، نتحرك كده شويه، بعدين نتاكد كنترول ميدل ماوس ونسحب لورا شويه وننزل سنه ونسحب نسحب نسحب عشان نشوف المنظور بتاعنا. كده احنا شفنا منظور البيت. احنا هناخد الريندر بتاعنا من الزاويه دي، تمام. نرجع نقفل القفل تاني، نيجي نتحرك ما نبوظش زاويه الكاميرا. نعمل كده اهو ونتحرك عادي اهو، خلاص. مهما نعمل مش هنتحرك ايه من زاويه الكاميرا. طيب هنيجي عشان نشوف، هنيجي هنا نقسم الشاشة، ونيجي على الاتجاه ده نضغط هنا ونعمل صفر عشان ده يبقى اتجاه الكاميرا، ونكبر كده اهو. هنقفل دي، هنيجي بالماوس هنا ونروح جاي ضاغطين تي هتقفل عشان نشوف الكاميرا الحتة بتاعتنا. وهنا ناخد حريتنا عشان نعرف نعمل سيلكت على اي اوبجكت واللون. طيب هنيجي على، طبعا احنا اتعلمنا ازاي نحط ال HDRI بتاعتنا، فاحنا هنعملها تاني دلوقتي. هنخش طبعا على الشيدنج هنا، هنلاقيها طبعا مفيش اي نور. لو قفلنا هنا وهنا هتلاقيها ضلمة عشان مفيش اي نور عندنا. هنيجي في الورلد كولر، تختار هنا، تلاقيها كلها بقت بامبا بالمنظر ده. تعمل اوبن، هنختار مثلا دي طبعا عشان نخفي ده كله. كاميرا كده الالوان هي اللي هتظهر بس. هنيجي على البيت، نحط اول ماتيريال نيو. طبعا احنا هنخش شويه كده عشان نشوف الالوان. خليها اصفر شويه، نخليها لونها اصفر ماشي. طبعا انت ممكن تاخد الهكس من هنا تنقله وتحط الهكس هنا وتضغط انتر، هيتحط معاك مش مشكله، تمام. آه احنا هنعمل البيت والخشب والسلم بنفس اللون، او الخشب بلون تاني. خلي الخشب بلون تاني، ادي نيو ماتيريال، خلي الخشب برضو باللون ده مثلا. هنرجع هنا، هنمسك السور الخشبي ودي ونعلم على السور كله، تمام. ونعلم على السلم ونعلم على دي ونعلم على الخشبة دي ونعلم على دي، نعلم على الشباك ونعلم على برضو دي الخشبة دي، ونعلم على الشباك ونعلم على الباب برضو، تمام. واخر حاجة نعلم عليها اللي احنا لسه عاملين له ايه ماتيريال اللي هي الخشبة دي، ونعمل كنترول ال لينك، لينك ماتيريال. كده كل حاجة اتلونت.
لسه برضو دي هنضغط عليها، هنعمل لها سيلكت، هنعملها نفس اللون الاصفر بتاع البيت، نضغط كده اهو كنترول ال لينك ماتيريال. طيب لسه في حاجه، كنا عايزين نعمل الازاز بتاع الشباك. هنلون واحده ماتيريال نيو، خليها مثلا سودة، نمسك دي ونمسك دي لينك ماتيريال، احنا مسكنا دي غلط، نمسك دي لجوه، نمسك دي كنترول ال لينك ماتيريال. تمام كده فاضل حاجه، هنمسك الشجره ونلونها، نخليها مثلا لون اخضر، انا اخضر غامق شويه، ماشي كويس، حلو اللون ده. ونمسك الشجر كله، ونمسك اخر حاجه نعمل شيفت، نعمل كنترول ال لينك ماتيريال. فاضل عندنا البلين، نيجي اخر حاجه البلين، ممكن نعملها لون تاني، نخليها نيو ماتيريال، نخليها لون مثلا اخضر فاتح خالص بالمنظر ده.